في الجزء اللي فات من حكاية وانج شفنا وانج لما كان بيمثل انه واقع في الوهم، وساعتها بيقول الوهم ده حلو قوي، لا لازم تعمل حاجة ولا لازم تتدرب ولا لازم تبقى قوي خالص، الموضوع كله مثالي قوي. بعد كده بقى وفي الوقت ده المعلم باي بيضحك وبيقول طول ما انا مسيطر عليكم بالوهم يبقى اكيد هوصل لهدفي بسرعة، والمعلم بقى بيكون عايز يوصل للتناسخ الابدي. بعد كده بقى وفي اللحظة دي كونج بتستخدم القوة، وفي نفس الوقت نظام الغش بيحاول يقوم وانج، فبيقول له وانج ما تقلقش انا عندي خطة تانية. يا ترى بقى ايه خطة وانج بالظبط؟ هو يا ترى ناوي يعمل ايه؟ ده بقى اللي هنعرفه النهاردة يا صديقي. بس يا ريت قبل ما نبدأ تذكر الله وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزع بقى اللايك الجميل ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف باي بيضرب كونج بقوته الشيطانية، بس بعد كده بقى بيتفاجئ بشياو واللي بتكلمه وبتظهر له من الفراغ وبتقول له غريبة قوي انك تتحول لملك وتتمرد عليا. فبيتفاجئ وانج وساعتها بقى بيقول لباي واضح ان انت جزء من الزمان والمكان، اوعي تنسي ان انا سيد الوهم، ولكن شياو بتجبره ينحني. بعد كده بقى وفي الوقت ده باي بيتوتر وبيقول لنفسه دي بتضغط عليا بقوة جبارة، هي ممكن تكون خالدة، يا ترى مين دي بالظبط؟ بس بعد كده بقى شياو بتشيل الوشاح وبتقول عالم البشر قدر يرمي روحي من خلال التناسخ، وانت كمان يا نملة جاي تتجسس على الخالدين المحليين. فبيقول لها باي هو انت جنية؟ انت مش ممكن تقتليني، مفيش تناقض بين الخالدين والبشر، لو قتلتيني انت كمان هتختفي بقوة السماء. بعد كده بقى وفي اللحظة دي شياو بتقول له معنى انك تتجرأ عليا في الماضي وانا كنت الامبراطورة العظيمة للجنس البشري دي تعتبر جريمة وعقوبتها الاعدام. بس المعلم باي بيترجاها تسيبه، وفي اللحظة دي شياو بتقول له بصراحة أنا خايفة إنك تموت وتدخل غيبوبة وما تقدرش تتجسد مرة تانية أبدا. بعد كده بقى بتبدأ تحول جسمه كله الرماد، فبيختفي باي خالص في لمح البصر. بعد كده بقى نظام الغش بيقول له وانج مش لازم تستخبى مني، اوعى تخاف. فبيقول له وانج اسكت بقى انا دلوقتي المفروض ميت. وفي اللحظة دي شياو بتقول دلوقتي وبعد كل اللي حصل ده جه الوقت بالنسبة لي علشان امشي. فبيفتكر وانج ان هي مشيت وبيقوم، ولكن بيتفاجئ بشياو في وشه، وساعتها بتقول له بقالي فترة طويلة ما شفتكش يا معلمي. فبيرد وانج وبيقول لها احنا ازاي ما شفناش بعض من فترة واحنا كنا لسه مع بعض، انت مش لسه كنت متعلقة هناك اهو. وبالفعل بيكون جسمها متعلق في الهواء. فساعتها بقى شياو بتضحك وبتقول له هي دي انا بجد، وحشتني قوي يا معلمي. فبيستغرب وانج وبيقول لها بلاش تعملي كده فيا. بس فجأة بقى بتيجي ضربة من ظهر وانج علشان تخلص عليه، بس بتشوفها شياو وبنظرة كلها شر بتصد الضربة، وبتكون الضربة دي من كونج، بس بتكون عينيها حمرة زي اما يكون كده حد مسيطر عليها. بعد كده بقى وفي اللحظة دي شياو بتقول قلب القديسة زي القزاز، اول ما تقع في فخ الشيطان صعب تخرج منه، وكمان لو سيطر عليها هتموت. وساعتها بقى كونج اللي مسيطر عليها هو القتل، فبتحاول شياو تصدها بكل قوة. وفي اللحظة دي وانج بيحاول يفصل ما بينهم. بعد كده بقى بيستخدم وانج القوة وبيطرد الأرواح الشريرة من كونج، وفي نفس الوقت شياو اللي من المستقبل بتنزل شياو اللي متعلقة في السماء وبتصحيها. وساعتها بقى وانج بيقول يا ترى بقى انت شايفة ان انا الشخص اللي اقدر احميها؟ وبيقفوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض. وساعتها بقى وانج بتفوق وبتقول الست اللي واقفة مع وانج دي شبهي قوي، فبيفهموها ان هي دي بس من المستقبل. فبتفرح شياو وبتقول يعني انا كده هيبقى عندي مؤهلات الامبراطور العظيم في يوم من الايام. بعد كده بقى وفي الوقت ده شياو اللي من المستقبل بتطلب من شياو تشتغل بجهد علشان الشباب اللي بيزرعوا الخلود لازم يشتغلوا بجد، والا لو فضلت تلعب هتدمر جسم المعلم وروحه. بعد كده بقى شياو اللي من المستقبل بتستأذن علشان تمشي لان هي مش هتقدر تفضل لفترة طويلة. بس فجأة بقى بتظهر ران اخت بطلنا، وساعتها بقى وانج بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول له ران لاحظت ان الهالة بتاعتك غريبة فقلت لازم اجيلك بسرعة جدا، وما توقعتش
ان انت تكون بخير. فبيتضايق وانج وبيحس ان هي مراقباه. وهنا بقى ران بتتفاجئ بشياو اللي من المستقبل وبتقول لها هو انت مين وعايزه ايه بالظبط. بس في نفس الوقت شياو اللي من المستقبل بتدي لوانج هدايا كتير من الاكاسير والحبوب والكتب، وبتقول له انا عندي استعداد ادي لك الطائفه اللي كونتها، وبيكون كل ده بس علشان وانج يقبلها. ولكنه بيقول لها انت عارفه رايي كويس في الموضوع ده. وفي اللحظه دي شياو اللي من المستقبل بتعرفه ان هي بتحبه. بس ساعتها بقى رام بتتصدم وبتغضب وبتقول لها انت ازاي تتجرأي تعملي حاجه زي دي. فبترد شياو اللي من المستقبل وبتقول لها ده المعلم بتاعي. فبتضحك ران ضحكه كلها شر وبتقول لها انا هخلص عليكي ولسه هتضربها. فبتقول لها شياو اللي من المستقبل انت قدام الامبراطوره البشريه، يعني مش هتقدري تعملي اي حاجه. وبضربه واحده بس منها بتفجر المكان. وبتمسك ران وبتقول لها بالرغم ان امبراطوره ضيعت جزء من قوتها وسرعتها، بس احسن بكتير من راهب ضعيف زيك. فبتقول لها ران انا بقى اللي هوريكي يعني ايه امبراطور عظيم. بعد كده بقى بتطير ران في الجو وبيظهر حواليها قوة كبيرة من الطاقة. فبتتفاجئ شياو ان ران عندها قوة الامبراطور وكمان جزء من قوة الشمس، وبتقدر تمتص الضوء والطاقة اللي حواليها. بعد كده بقى وفي نفس الوقت نظام الغش بيقول لوانج ران هتبوظ الدنيا. وساعتها بقى شياو بيقول له في جسمها اثر دم الامبراطور شي، وتقدر تمتص الطاقه الروحيه في وقت قصير جدا. ده غير ان عندها جزء من قوه الشمس، بس بعد كده هتستهلك عمرها الافتراضي بسرعه. بعد كده بقى وفي الوقت ده وانج بيفتكر ان ازاي قوته الروحيه بقت ضعيفه، وبيقول علشان اسهل لها الفرصه دي ساعدتها في الزراعه بنفسي، فزراعتي اتدهورت لمرحله الروح الناشئه، وعلشان كده هي دايما بتحس بالذنب من ناحيتي. بعد كده بقى وفي الوقت ده وبحركة واحدة بس من ايد ران بتسرق الضوء والقوة اللي حواليها، ولكن هنا شياو بتضربها ضربة واحدة بتدمر المكان كله. فبتتفاجئ شياو اللي في الحاضر بشياو اللي في المستقبل، وبتلاقيها اتحولت لحاجة كده زي ملك وحواليها هالة نارية قوية. وساعتها بقى شياو اللي في المستقبل بتقول لها دلوقتي انت ملك الماضي والحاضر وانا المستقبل، لازم تخلي بالك كويس قوي، السيد امانة في رقبتك. وبتقول له وانج احنا هنتقابل مرة تانية في المستقبل. فبتقول لها ران ما تقلقيش سيبيلي بس انت الموضوع وامشي من هنا. فبيغضب وانج وبيقول لها بطلي بقى، انت عماله تخبطي هنا وهنا، كانت عملت لك ايه يعني، ده حقها. فبتغضب ران وبتشيت من الغضب وبتروح تمسك في خناق شياو، والاتنين بيمسكوا في بعض بيفضلوا يضربوا بعض. وساعتها بقى بطلنا وانج بيكون مريح دماغه وعمال يتفرج بس. بعد كده بقى رام ما بتسيبش شياو الا لما بتخليها تعيط، وهنا بقى بتروح لوانج وبتقول له دلوقتي ارتحت، امتى بقى هنرجع للطائفة؟ فبيرد وانج وبيقول لها انا لسه لازم انضف المكان الاول. بعد كده بقى بيستخدم وانج رياح النار والمياه وبكل قوة بيعيد بناء المباني من تاني، وبيساعد الناس ترجع لحياتها الطبيعية. وساعتها بقى بيتفاجئ اهل المدينة وبيفتكروا ان الملوك ظهرت. بعد كده بقى بيستخدم شياو مهارة اعادة التنظيم، بس هنا بيستهلك جزء كبير من قوته لحد ما طاقته الروحية بتخلص خالص، ولسه بقى المعلم هيفقد الوعي. فبتسنده ران وبتقول له واضح ان انت خلصت طاقتك الروحية بسرعة واستخدمتها كتير، بس انت عملت كل اللي تقدر تعمله. وفي اللحظة دي نظام الغش بيغضب وبيقول له ده مش اتفقنا يا زميلي، المدينة دي واحدة من المدن التابعة لطائفة تشينجلان، وانا اللي كنت عايز اديلك مكافأة، خلاص كل حاجة انتهت. فبيقول له وانج خلاص انسى الموضوع، اني انقذ حياة شخص واحد افضل من اني افضل ابني في 7 مستويات من القوة، يلا خلونا نرجع. بعد كده بقى بنشوف دينج زعيم طائفة تشينجلان مبسوط وبيقول وحوش طائفة بايشان فاكرين ان الطائفة بتاعتنا لقمة طرية، ولكن على مين؟ ده احنا ورانا رجالة تاكل الزلط. وبيقول لران انت بتقولي ان رين ظهر في الموضوع ده؟ وقتها بقى ران بتقول له بس وانج قدر بكل قوة يخلص على رين، وبالنسبة للطريقة اللي خلص عليه بيها مش هقدر اكشف عنها خالص. فبيتفاجئ وانج وبيقول له لا مش كده، انا ما عملتش حاجة اساسا، بلاش تقولي كلام ملوش لازمة. فبيرد دينج وبيقول له ده مش غريب عن شياو،
بعد كده بقى بنشوف شياو بتهتم بكونج وبتقول لما السيد شال الطاقة الشيطانية اللي جواكي، امال ليه لسه نايمة لحد دلوقتي؟ انا هروح اشوف حاجة ناكلها لحد اما تفوقي. بس بعد كده بقى وفجأة كونج بتفتح عينيها وزي ما تكون كده مخضوضة. بعد كده بقى كونج بتفتكر لما جيش العدو هجم على قريتهم، وبتفتكر كونج ان الجنرال لقى طفلة صغيرة واللي كانت زي كونج بالظبط ولكن اسمها جوير. وساعتها بقى جوير كانت بتعيط وسط الجثث واللي اتقتلوا على ايد العدو، وبتصرخ وبتستنجد بأي حد ممكن يلحقها من هناك. بس يا ترى بقى ايه اللي حصل بعد كده مع كونج؟ ويا ترى وانج وشياو هيعملوا ايه؟ ويا ترى ايه اللي مستنيهم؟ ده بقى اللي هنعرفه في القسم اللي جاي ان شاء الله صديقي. فمش محتاج اوصيك اشترك في القناة وارزع لايك للفيديو، وده علشان باذن الله يوصلك اي فيديو جديد ينزل على القناة. ويا ريت ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سلام.